حياكم الله. أتلفت قوات الحزام الأمني في عدن كميات كبيرة من التمور، حاول مهربون إدخالها إلى العاصمة عدن أواخر شهر رمضان المنصرم. وقالت قوات الحزام الأمني إن حزب الإصلاح يقف وراء محاولة إدخال هذه الكميات من التمور التالفة إلى عدن. لم تقف المخاطر التي يتعرض لها شعبنا عند حد القتل والتشريد بفعل آلة الدمار الإنقلابية والممثلة في جماعات الحوثي والمخلوع صالح، بل وصلت إلى حد محاولة الإضرار بصحة وحياة المواطنين عبر أذريعة خفية وبطرق خبيثة لم يعتد اليمن عليها. ولكن قوات الحزام الأمني بالعاصمة المؤقتة كانت لها بالمرصاد، حيث أعلنت أنها أتلفت نحو 21 طنا و800 كيلو من التمور المنتهية الصلاحية بعد ضبطها وهي في طريقها إلى المواطنين. نحن في الحزام الأمني تم إمساك القاطرة تابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية، وهي تمور فاسدة. قوات الحزام الأمني صرحت في بيان لها أن جمعية يمنية جلبت كميات كبيرة من التمور منتهية الصلاحية، حيث ضبطت نقطة العلم قاطرة تحمل لوحات سعودية وبتصاريح عبور لا تحمل أي ختومات، بعد أن حاول مسؤولون عن تلك الجمعيات إدخالها إلى عدن. وأضاف البيان أن تصريح القاطرة أثار شك أفراد النقطة، حيث إنه لا يحمل رقم القاطرة التي تقل الحمولة ولا تاريخ الدخول والخروج، وهو يشابه تصاريح المرور المتعارف عليها، وخاصة التي تأتي من خارج البلاد، لافتا أنها كانت قادمة من محافظة الجوف اليمنية وليست من السعودية. وصلنا يا أخي عبر النقاط هذه كاملة إلى نقطة العلم، مسكونا واكتشفوا عليها وقالوا التمر منتهي، عرفت، وحولونا لخفر السواحل. يواصل صاحب الحمول هذا نضال بحوارث ما رضي يرد، فعلا التمر منتهي. مصدر أمني في قوات الحزام الأمني أكد أن الكمية المضبوطة من التمور التالفة كانت في طريقها للتوزيع على المواطنين في مدينة عدن من قبل حزب الإصلاح اليمني التي يقع مقره في كريتر، وقد جرى إتلافها في مدينة عدن وبحضور مندوبين عن بعض وسائل الإعلام وبإشراف من قبل مندوب من البحث الجنائي والجهات المختصة في فحص الجودة بعد تأكيد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. هذا اللي يسوي حالات وفاة، يسوي الناس أمراض، فشل، تسمم، كل الشعب يوزعوه تالف. ايش من الناس دي؟ ايش من الأصلاح اللي توزع حاجات تالف؟ الناس يحب الخالق يجيبوا لها حاجة نظيف، حاجة عدا جديد، مش لما يتلاف يجي يوزعوا على البشر. المصدر الأمني دعا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مواد منتهية إلى قسم الشرطة أو عمليات الحزام الأمني، محذرا في الوقت نفسه بالضرب بيد من حديد لكل من يحاول العبث بأمن واستقرار وحياة الناس في عدن.